سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بالوصفه تاع البيستاشيو اللي راهي دايره حاله في التيك توك واليوتيوب. حبيت نجربها معاكم ونشوفوا النتيجه تاعها كيفاه تجي. الان راح نبدا نخدم وصفه كرامبل. نقولوا بسم الله. راح نحتاج 100 غرام من الزبده، 100 غرام من البيستاش، و100 غرام من السكر العادي، و100 غرام من الفرينه. الان راح نجيب البيستاش والسكر نرحيهم مع بعضهم، ومن بعد نضيف عليهم الزبدة. بعد ما ندخلها مليح مع داك البيستاج راح نزيد لها الفرينة حتى تولي من بعد كما راكم تشوفوا. راح نفتحها في بابي كويسون. ما نديرها رقيقة ما نديرها خشينة. دوكا راح نحطها تطيب. بعد ما تصفر تجبدوها. الان راح نوجدوا هذا الكرانشي. عندي الكرانشي هذا ذوق البيستاش، راح نحطه في ليمون ونخليه في الكونجيلاتور يجمد. الان بعد ما كملت كامل الحبات راح نخليهم في الكونجيلاتور يجمدوا. ودوكا بعد ما طاب لي الكرامبل راح نرحيه، نخليه ساعه يبرد ومن بعد نرحيه. هاوليكم النتيجه كيفاه جا. انا راح نوجدو. انا عندي 500 غرام تاع الشيكولا البيضاء، ذوبتها مليح في حمام مائي، مزت لها حتى حاجه. ثم تقدروا تنقصوا في الكميه باش ما يكلفكمش ياسر. ودوكا راح نزيد عليها 200 غرام من الكرامبل، و100 غرام من زبدة البيستاش اللي كنت خدمتها، وراح نزيد لها حوالي 50 غرام من الكرانشي بذوق البيستاش. الآن بعد ما نخلطهم كامل جيدا ونشوف بلي تجانسوا المكونات مع بعضهم، راح نجيب المول اللي غنبدا نخدم فيه. بعد ما جمد هذاك الكرانشي جبته باش نبدا نخدم به، حطيت 2 مغارف من الخليط هذاك تاع الشيكولا، وحطيت في الوسط هذاك الكرانشي ذوق البيستاش. وحاولوا تفرموا الحبه مليح، ثم وصلوها ديريكت مع الحواف وحبسوا هكا باش تجيكم الحبه زينه. راهو في ساعه يذوب، مع تجبدوه يبدا يذوب. بعد ما كملت الحبات راح نحطهم في المجمد يجمدوا. من جهه اخرى راح نوجد البات سابلي. عندي 125 غرام نتاع الزبده، وراح نضيف لها الكرانشي هذاك اللي بقى. هنا الكميه اللي خدمتها جابت لي حوالي 275 غرام. 200 درتها في الشيكولا البيضاء والباقي درته في لابات، باش هكا لابات يكون فيها ثاني ذوق البيستاش. نزيد لها صفار تاع البيضة و2 مغارف كبار نتاع السكر كلاصي.
ما تعمروهمش مليح، وذرة تاع الملح. الآن راح نخلط كامل المكونات مع بعضاهم. وراح نجملها بالفرينة. راح نخليها تروبوزي شوي، من بعد نبدا نخدم بيها. من بعد ما بردت الشيكولا نمشوا هكا بالموس بالحواف هذوك نحوهم. وراح تجيك مسهله في التنحيه تاعها، ما تعبكمش ياسر. هو صح هذا القاطو متعب شوي، بصح كي ذوقوه يعني بنين. هاني فتحت عجينة الصابلي، جبت هذا المول اللي كان كثر شوي من المول هذاك تاع الشوكولا. ودوكا جا وقت التزيين. انا ما كاش عندي غلوكوز، يعني درت وحدي عسل، خدمته وحدي في الدار وخليته ثقيل، وضفت له هذاك البيستاش اللي كنت راح نزين به وحطيته فوق الحبات. ديكور اختياري، كل واحد كيفاش يحب يديكوري. هاوليكم كيفاه جاو. انا راح نزيد نضيف لها شويه ورقه ذهبيه في الحواف تاع البيستاش، هكا ندوروا عليها. هو هذا الموديل مكلف ومتعب بصح يستاهل، يعني كي تذوقوه راح تعجبكم النتيجه تاعو، راح يجيكم بنين بنين بنين. يتحط هذا القاطو في المهيبة، في العراس، في المناسبات، يعني حاجة مليحة تتحط. شوفوا الحبة كيفاه جات. ودوكا راح نقصها معاكم. والآن جيتكم مع نهاية الفيديو، نقولكم إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس.